مرحبا بكم في يمين بهلان. هذا هو مصنع التطريز في عمان. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن أحوالكم. فعزيزاتي، كيف ما عودتكم دائما أنني كنقدم لكم الجديد في موديلات اللباس التقليدي المغربي. وفي فيديو اليوم جبت لكم الجديد في التقشيطة والقفطان المغربي بآخر أماكن في الخياطة. موديلات راقية جدا، عماويين كيجيو روعة في اللبسات ديالهم. فكنتمنى أنه الفيديو ينال إعجابكم، وما تنساوش عزيزاتي إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر إعجاب. فكيف ما كتشاهدوا معايا بالنسبة لهاد التقشيطة هادي اللي كتجي بثوب المطرة، موديل راقي جدا. شوفوا معايا اللوينات كيفاش جاو متناسقين مع بعضهم. كذلك هنايا بالنسبة لهاد التقشيطة هادي اللي كتجي بثوب تليجة مبرة، شوفوا معايا كيفاش كتجي حتى هي غزالة في اللبسة ديالها. وكيف ما كتعرفوا معايا سيداتي بانه تليجة فهي طوندونس هاد السنة. فكيف ما كتشاهدوا معايا هنا الفيديو تيقربكم اكثر من هاد التقشيطه هادي كيفاش كتجي في اللبسه. شوفوا معايا تقشيطه تقليديه 100%. كذلك هنايا نفس الموديل ديال التقشيطه بثوب تليجة مبرة، الاختلاف فقط في اللون. شوفوا معايا كذلك هنا هاد اللوينات هادو كيفاش حتى هما كيجيو غزالين في اللبسه ديالهم. وبالنسبه لهاد التقشيطه هادي كيف ما كتشاهدوا معايا فهي كتجي بفصله عاديه. كذلك ندوزو لهاد الموديل هذا اللي حتى هو كيجي بثوب تليجة. شوفوا معايا في اللون الاسود، الموديل اللي راقي جدا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود. ومنها كذلك الفيديو تيقربكم اكثر من هاد التقشيطه هادي كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. فكيف ما كتشاهدوا معايا حتى هاد التقشيطه فهي كتجي بفصله عاديه، والادوار تختلف. يعني كاين السيدات اللي كيفضلوا التقشيطه تجي بفصله مختنيه، وكاين اللي كيفضلوها تجي بفصله عاديه. وهنا بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي حتى هو كيجي راقي اللبسه ديالو، كيف ما كتشاهدوا معايا هذا القفطان هذا كيجي مخدوم بزواق المعلم. فهنا صوره مقربه اكثر للموديل باش تشوفوا كيفاش كيجي في الخدمه ديالو. صراحه كيجي رائع جدا في اللبسه. وبالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الاختلاف، يعني كيعجبهم شي حاجه اللي تكون مختلفه، شوفوا معايا هذا الموديل هذا حتى هو كيجي رائع في اللبسه ديالو. فغتشوفوا معايا كذلك الفيديو اللي غادي يقربكم اكثر من هذا الموديل هذا كيفاش كيجي في اللبسه ديالو، وكذلك كيفاش كيجي في الخدمه ديالو. فكيف ما كتشاهدوا معايا صراحه موديل متميز. وبالنسبه لهاد التقشيطه هادي فهي كتجي بثوب تليجة مبرة. كيف ما كتشاهدوا معايا اللوينات حتى هما رائعين. شوفوا كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. وكذلك غتشوفوا معايا هنايا موديل اخر اللي حتى هو بتليجة في اللون الاسود. شوفوا معايا اللوينات كذلك خديمه كيفاش كتجي. فهنايا ايضا غتشوفوا معايا موديل اخر اللي حتى هو بثوب تليجة.
فالصراحة كيف ما كنقولوا لون ينسك في الاخر. اللوينات رائعين. شوفوا معايا هنايا هذا اللوين هذا حتى هو كيفاش كيجي في اللبسه ديالو، شي حاجه راقيه. والاذواق تختلف، يعني كل سيده وشنو كيعجبها. كاين السيدات اللي كيعجبهم الالوان فاتحه، كاين اللي كيعشقوا الالوان غامقه، يعني الاذواق تختلف. شوفوا معايا هنايا في الاورانج كذلك اللي جا كتجي فخمه في اللبسه ديالها. فكيف ما كتشاهدوا معايا عزيزاتي، بالنسبه لهذا الموديل هذا حتى هو كيجي تقليدي 100%. وهنا ايضا كذلك موديل اخر اللي حتى هو بثوب ثليجه، تقشيطه تقليديه مغربيه 100%. وغندوزو عزيزاتي لهذا القفطان هذا اللي كيجي بتصميم عصري مخدوم بالتنبات. كيف ما كتشاهدوا معايا الكميمات كيجيو طوالين ومفتوحين. وهنا كذلك بالنسبه لهذه التقشيطه هذه فهي بثوب ثليجه الحرير، كتجي حتى هي هماويه في اللبسه ديالها. شوفوا معايا ما شاء الله على الفخامه المغربيه. فكيف ما كتلاحظوا معايا عزيزاتي اغلب الموديلات اللي غتشوفوا معايا في هذا الفيديو فهما كيجيو بثوب ثليجه، لانها طوندونس هاد السنه كيف ما كتعرفوا. وغندوزو لهذا القفطان في اللون الاسود للعشاق اللون الاسود. شوفوا معايا كيفاش كيجي حتى هو راقي في اللبسه ديالو مخدوم بالتنبات، كيجي بلاكوب عاديه، الفتيحه القدام، الكميمات كيجيو عراضين شي شويه، والتنبات كذلك تيجي في الايدين كيف ما كتشاهدوا معايا. فصراحة موديل رائع جدا، وكيف ما كنعرفوا بأنه اللون الأسود كيبقى متميز. كذلك هنايا غتشوفوا معايا هذا القفطان اللي حتى هو في اللون الأسود، كيجي حتى هو بالتنبات اللي مدخلين فيه اللوينات، جاو متناسقين مع بعضهم وضافوا واحد الجماليه على القفطان كيف ما كتشاهدوا معايا. فالتنبات كيجي جهه الكتاف كيف ما كتشاهدوا معايا الوسط، وكذلك القفطان فهو كيجي كامل مخدوم بالتنبات. شوفوا معايا لي ديتاي في الفيديو كذلك تيقربكم اكثر من هذا الموديل. وهنايا تقريبا عزيزاتي غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو، ما بقى ليا غير نقول لكم الى اللقاء.